مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كب كيك بطريقه سهله وبسيطه تنفع للمدارس، ماشي، واقتصاديه في نفس الوقت. الكميه ده كلها انا عملتها ببيضه واحده. بيضه واحده عملنا 22 قطعه كب كيك. بصوا انا لسه مسوياهم قبل ما اطلع. بصوا فظيعه. ده انا حاطه في ورق زبده ومسويه في العلب دي. العلب دي بتتباع في عند اي ادوات منزليه. بصوا كب كيك لذيذه ازاي، يعني المدارس حلوه خالص. حطها في ورق زبده، وده اللي بنعمل فيه الكب كيك. انا دول لسه عاملاهم قبل الحلقه، قبل ما ابدا معاكم. شايفيني كده؟ ماشي حبايبي. هنعمل ايه دلوقتي؟ طريقتنا سهله وبسيطه خالص. الكميه كلها دي يا بنات عملناها ببيضه واحده. هعمل ايه؟ هحوش من نحطهم في الطبق ونشيلهم من البتاعه دي اللي فيها شوفوا لذيذ. حشت عن الورق الفويل ده والحراري. هعمل فيهم تاني، دول هعمل فيهم تاني، بس هنشيل الكب كيك بتاعنا كده. عملنا 22 قطعه ببطايه واحده. مش بياخد اكتر من 10 دقايق في الفرن. الكب كيك نفسه مش بياخد اكتر من 10 دقايق في الفرن، وشكله لذيذ. يعني لو لعيد ميلاد ولا حاجه تقدر تعمل الكميه اللي انت عايزاها. وده مش بنرميه، بنعمل فيه تاني. ده اتحرق مني علشان الفرن كان سخن، ماشي. يعني احنا مش بنرميه، احنا بنعمل فيه تاني. نحط ورق الزبده ونعمل الكب كيك اللذيذ بتاعه. وشوف الكميه بتاعتك ازاي. بصوا كميه حلوه ازاي معايا. يعني لو تشيليه تعمل الكميه دي وتشيليها وتخزنيها في الفريزر ويروح بيها المدارس، تبقى خطيره ووفرت كتير. على فكره قطعه الكب كيك دي بتتباع ب5 جنيه بره. طب ليه انت تشتريها ب5 جنيه وتقدري تعملي كميه حلوه وتوفري كتير في البيت؟ بصوا شايفين الكميه اللي قطعت معايا؟ كله ده مثال واحد وبضايه واحد. شايفين؟ انا عملت ده قبل التصوير علشان ما اطولش عليكم الحلقه، بس قلت اوريكم عمل قطعت كميه حلوه ازاي. وده هنعمل فيه تاني. ده بتاع الكب كيك تشتريه من عند ادوات منزليه. وورق الزبده برضو بيتباع عند ادوات منزليه. بصوا شايفين الكميه اللي قطعت معايا؟ شايفين 22 قطعه كب كيك. يعني لو هتعمليه في البيت موفر خالص وتشيليه في الفريزر. يعني اول ما يبرد تشيليه في الفريزر. شايفين كميه ازاي؟ كله ده ببضايه واحده. بضايه واحده تقدر تعمل الكميه الحلوه دي. تعالوا معايا نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف احلى كب كيك هنعمله ازاي مع بعض. انا لسه مستخدمه الشبشب الخلاط عشان عامله فيه، ما غسلتوش، عامل فيه التاني. وده الطبق بتاعه بقى عباره عن ايه الكب كيك بتاعنا يا بنات؟ كوبايه لبن. الكوبايه اللي تعايري بيها اي نوع حلويات، تعايري بيها كل الحلويات بتاعتك. تسلم ايدك يا قمر، ميرسي يا حبيبتي. ماشي. يبقى هنا كوبايه لبن. عندك لبن سائل ماشي، ما عندكيش لبن سائل عندك لبن بودره. تحطي كوبايه ميه ومعلقتين كبار لبن بودره وتدوبيهم، هيبقى عندك لبن سائل. انا ما كانش عندي لبن سائل فعملت كده. عملت معلقتين لبن بودره كبار وحطيتهم في كوبايه ميه، وبعد كده دوبتهم بقى عندي كوبايه ميه كوبايه لبن. يبقى حطينا كوبايه لبن، كوبايه سكر، نفس الكوبايه هي ما نجيبش كوبايه غير الكوبايه، ماشي. وهنحط ايه؟ هنحط بضايه. البضايه بدرجه حراره الغرفه يا بنات، يعني تبقى في المطبخ ما تبقاش في الثلاجه. بصوا حطينا ايه هنا؟ حطينا بضايه وكوبايه سكر وكوبايه لبن وسبع موز. الموز بيديلي قوام ويديلي ربط للكب كيك، عشان احنا مش مستخدمين غير بيضه واحده. 7 موز واحد بس، يعني مش هتحطي كتير، ومش بيدي طعم الموز خالص. يعني اللي بيخاف من الموز ويدي طعم، لا ما يديش طعم خالص. ورقه فانيليا. يبقى حطينا بضايه وحطينا 7 موز، حطينا كوبايه سكر وحطينا كوبايه لبن، ماشي.
انا ورقه بيكنج باودر بس مش دلوقتي. هنحط نص كوبايه زيت، يا ريت الزيت اللي تحطوه زيت يبقى نظيف عشان ما يعملش ريحه في الكب كيك بتاعه. يبقى هنا حطينا ايه حبايبي، عدت لكم المقادير كذا مره عشان لسه طالع معايا. بنعمل كب كيك اقتصادي وسهل وبسيط. كوبايه لبن، كوبايه سكر، بضايه، 7 موز، ورقه فانيليا، نص كوبايه زيت. شايفين مكوناتنا سهله وبسيطه ازاي؟ هنضربهم شبشب في الخلاط، معلش عشان الدوشه اللي هتحصل دلوقتي. صوت الخلاط مزعج معايا. بس كده يبقى احنا عملنا الجو حر عندي، معلش يا حبيبي. عملنا مين معايا؟ طلعت ولا لسه؟ انا كتبت لكم على فكره ان انا هطلع بعد ساعه علشان تبقوا معايا، عشان في ناس بتزعل ان انا مش بقول لها قبل ما اطلع. هنا معايا كوبايتين دقيق، لازم الدقيق تنخليه كويس. كوبايتين دقيق، ورقه بيكنج باودر او كيك شيف. انا بحب استعمل كيك شيف، ده مش تعالي بس انا بحب استعمله، يعني بحسه احسن من البيكنج باودر، وانتوا براحتكم. هنحط معلقه كاكاو. اللي مش حابب يعمل لونه شوكولاته عادي يعمله ابيض، تعمليه فانيليا ما تعمليش شوكولاته. بس انا عشان العيال عندي بيحبوا اللون اللي ما يحبوش الفانيليا، يحبوا الشوكولاته، فعشان كده هحط معلقه كاكاو. يعني لو بتحبيه بالفانيليا بس ما تحطيش معلقه الكاكاو دي وهيبقى معاكي كويس. ايه تاني؟ يبقى انا هنا حطيت كوبايتين دقيق، ورقه بيكنج باودر، معلقه كاكاو كبيره، وهنزل بالخليط بتاعي اللي هو عباره عن كوبايه لبن، وكوبايه سكر، وبضايه، و7 موز، ورقه فانيليا، نص كوبايه زيت. ماشي؟ شايفين كل مكوناتنا سهله وعدتها لكم كذا مره. هعجن بايدي. حد جرب وصفات من وصفاتي؟ طريقه الكب كيك دي سهله يا بنات خالص. يعني بعد ما تسويه بس تولع الفرن، انا مولع الفرن بتاعي، واول ما بخلص بدخلهم على طول على الفرن على درجه حراره 100 و180 درجه، ونحط على الرف في النص. اول ما نلاقيها استوت خلاص، عايزه تخلي وشها يحمر عشان ما يبقاش ملبك من فوق، تولع الشوايه 5 دقايق، ما تكمليش 5 دقايق وهو بيكتب على طول. الكب كيك مش بياخد اكتر من 10 دقايق في الفرن، بيكتب بسرعه، غير الكيك علشان قوامه قليل بنحط كميه قليله فمش بياخد كتير في الفرن. قوام الكيكه بتاعتنا اهو يا بنات، شايفين؟ ادي قوام الكب كيك بتاعنا، شايفين؟ بس هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب ورق الزبده بتاعي كده، الخليط كله اندمج مع بعضه. اغسل ايدي. هنجيب العلب بتاعت الكفتيك دي، نعمل فيها كذا مره عادي، ما يجوش حاجه. احنا بنحط اساسا ورقه الزبده احنا بنحطها، فيعني مش هيجي عندها اللون الاحمر المحروق ده من الفرن. انا عشان لسه عامله فيها فاللون احمر كده. نعمل ايه دلوقتي؟ نجيب ورق الزبده، برضو الورق الزبده ده بيتباع عند ادوات منزليه. حط في كل واحده واحده كده. يبقى احنا عملنا كب كيك اقتصادي وسهل وبسيط ويجمع كميه حلوه معانا وبيضه واحده.
عملنا كميه حلوه، عملنا 22 كب كاكاو. شايفين في كل واحده بنحط واحده اهو، بصوا حاطينها ازاي، ولا بندهن ولا بنعمل اي حاجه، نحط ورقه الزبده وخلاص على كده، وبتطلع بتبقى شكلها لذيذ. تحطيها في لانش بوكس بتاع العيال في المدارس، حلوه خالص واقتصاديه. ولما تشيليه الكيكه في اليازر مش بيجرالها اي حاجه، طلعيها في اي وقت، لو انت بتشتغلي او في الجامعه برضه تاخديه معاك، يبقى حلو في الفطار لذيذ. احنا هنعمل على قد الكب كيك اللي معايا كله. انا عملت لكم قبل الحلقه دول علشان ايه، انا اسويهم براحتي وانتوا تشوفوا الحلقه ما تبقاش طولت عليكم كده. يبقى انا وريتكم المقادير، وريتكم الكب كيك لما طلع من الفرن، وريتكم وبقول لكم تسووه ازاي. يعني اي حاجه عايزينها اكتبوه. بس كده 22 قطعه عملناهم مع بعض، ودول برضه نفس المكيال هو اللي انا عملته من 5 دقايق عمليه، او من نص ساعه قبل ما اطلع لكم. فعملت قلت علشان ايه ما اطلبكمش على حاجه ولا اخركم في البيت. كده يبقى عملنا 22 قطعه كب كيك. ماشي حبايبي، يعني ما اظنش ما فيش اسهل من كده وابسط من كده واوفر كمان من كده. يعني دي كميه حلوه وموفره واقتصاديه. يعني عايزين ايه اكتر من كده؟ شايفين كميه ورق الزبده قاعد معايا برضه، يعني مش بخلصه كله. شايفين اساسا بصوا شكله لذيذ ازاي، انا فرحانه بيها خالص الوصفه دي، طريقه حلوه خالص بامانه اقتصاديه خالص. وانتوا عارفين انا ما جربتش حاجه في الاول مش بقول لكم عليها. كده معايا 22 واحده برضو زي اللي انا عملته، نفس المكيال هو. هعمل ايه؟ هجيب الكبشه ولا اجيب حاجه وتحطي قد معلقه واحده، احنا ما نحطش كتير في الكب كيك عشان مش بياخد كتير، تبقى نص البتاع. شايفين يا بنات؟ متبقاش مليانه، ما تملهاش علشان احنا نديها مساحه انها تستوي وتبقى زي كده. يعني بصوا، يعني انا دي نفس اللي انا عاملاها كانت زي كده. شايفين؟ تبقى نص ورقه الزبده، نصها كب كيك ونصها فاضي، واول ما تستوي هتبقى زي كده. يبقى انا هملاهم كلهم نفس الكميه. انا هوريكم لغايه ما هحطهم، وبعد كده هقفل اللايف، وبعد كده هروح اسويهم علشان ما اطولش عليكم وانا اساسا مستعجله. يبقى عملنا كب كيك للمدارس اقتصادي وسهل وبسيط. عباره عن ايه؟ مكوناته عباره عن عشان اللي لسه طالع معايا، عباره عن كوبايه لبن، كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، بضايه، موزايه، ورقه بيكنج باودر، ورقه فانيليا، كوبايتين دقيق. مش عارفه نسيت حاجه، لو نسيت حاجه فكروني. شايفين الكميه اللي معايا؟ مش بيجمع اكتر من كده ومش بيجمع اقل من كده. المكيال ده بيجمع معايا 22 قطعه. ماشي، يعني ما تحطوش في اقل من 22 قطعه عشان هيبقى عالي قوي ومش هيستوي معاكم كويس. الكميه دي بتقطع معايا 22 قطعه كب كيك.
ونحط نص نحط ورقة الزبدة نصها. لو مش هتحط ورقة زبدة وهتعملي في الكب كيك بس كده عادي، تحط نص الكب كيك كيكة والنص يبقى فاضي. ماشي. انا مولعة الفرن بتاعتي عشان اول ما اخلص ادخل الكب كيك بتاعي الفرن. ريحته لذيذة بتبقى وطعمه في منتهى الجمال، واللي مش بيحب الموز عادي، ده مش بيبان خالص فيه الموز. احنا بنديها بس الموز بيدينا ربط وبيدينا قوام وبيدينا ايه زي كأنه بيض، كأنك حطيت بيض. وبدل ما العيال بيشتروا الكب كيك ده غالي، القطعة بأمانة بيشتروها ب5 جنيه، تلاقيها غليت دلوقتي برضه تاني عشان الحاجة غليت. فهي كانت السنة اللي فاتت كانوا بيجيبوها العيال، انت جابوها مرة لقيتها ب5 جنيه. قلت ايه خينا احنا هنعملها في البيت احسن، تبقى اوفر وانضف. عارفة عيال بياكلوا ايه. يبقى الكمية بتاعتنا بتقطع 22 قطعة كب كيك. ماشي. وانا خلصت كده الكب كيك بتاعي هروح اسويه. ننزل كل الكمية خسارة. بس كده. لو حاجة عالية منك تاخدي منها وتحطي الاتنين. انا دي عليت شوية. تظبطي بس كده. كده عملنا كده بنات. بصوا شايفين الكمية اللي احنا عملناها 22 قطعة بانيه. انا اسفة 22 قطعة كب كيك. شايفين مفيش اوفر من كده، مش هتلاقي طريقة اسهل ويعني اقتصادية اكتر من كده. لما تعمل الكمية دي كلها وببضاية واحدة، يعني مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. اتمنى تجربوا، اتمنى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واتمنى اكون دافع خفيفة عليكم واكون فدتكم بحاجة بسيطة النهارده. اشتركوا في القناة يا بنات عشان القناة تكبر بيكم ليكم. سويت الكب كيك اللذيذ اللي احنا عملناه زي كده. انا ده سويته قبل الحلقة علشان اوريهولكم، علشان مش هلحق اسويه ولا معاكم. ماشي. يبقى احنا عملنا 22 قطعة بالمكيال ده، مكيال زي ده هوت بالظبط. وعملناها ازاي؟ نولع الفرن على 180، نحط على الرف في النص، ومش بياخد اكتر من 15 دقيقة في الفرن. ماشي. مش بياخد اكتر من ربع ساعة في الفرن، يعني ممكن ياخد 10 دقايق على حسب سخونة الفرن بتاعتك. نشوفه كل شوية هتاكلوا احلى كب كيك واسهل وابسط طريقة اقتصادية. اشتركوا في القناة عشان القناة تكبر بيكم وليكم. باي حبايبي.